القفطان الجزائري ليس مجرد لباس تقليدي، إنه رمز لهوية ثقافية تمتد لأكثر من 5 قرون. ظهر قفطان أول مرة في الجزائر خلال العهد العثماني، تحديدا في العاصمة الجزائر، وكان يلبس في المناسبات الرفيعة والاحتفالات الرسمية. مع مرور الزمن تطور القفطان في شكله وتنوعت ألوانه وتطريزاته، لكنه ظل محتفظا بروحه الأصلية، رمزا للأناقة والرقي والانتماء. في السنوات الأخيرة تصاعد الجدل حول هوية القفطان ونسبه التاريخي، لكن في ديسمبر 2022 جاء الحسم. اليونسكو، المنظمة التابعة للأمم المتحدة، قامت رسميا بتوثيق القفطان الجزائري كتراث غير مادي أصيل للجزائر. بهذا التوثيق أصبح القفطان رمزا عالميا يعكس عراقة الثقافة الجزائرية، ويثبت مرة أخرى أن التراث لا يسرق بل يوثق ويحترم.